مساء الخير أيها المربي الشيان من قناة أكلك من فوق سطح بيتك. النهاردة جاي لكم بموضوع جديد هنتكلم فيه، وهو الافتراس في البط. إيه هو الافتراس في البط؟ هو زي ما حضرتك شايف إن البط بيبدأ يعض بعضه وياكل ريش بعضه. يبدأ الريش يقع معاك زي ما حضرتك شايف كده، يبدأ يظهر البط معاك على اللحم زي ما انت شايف، ويبدأ يعور بعضه وياكل في دم بعضه. ودي مشكلة خطيرة ما تستهينش بيها، ومرض خطير ما تستهونش بيه. طب ايه هي اسبابه؟ اسبابه 3 حاجات. اول حاجة ودي اهمها، اللي هي عدم اتزان العليقة، نقص فيها من البروتين والاملاح المعدنية. تاني حاجة زحمة المكان زيادة عن اللزوم. تالت حاجة عدم وجود المياه قدامهم باستمرار. هي اهم حاجة هي اللي هي العليقة عندك متزنة، هتتفادى المشكلة دي خالص وتتفادى المرض ده. عليها مش متزنة يحصل زي ما حضرتك شايف قدامك كده في الصورة، نقص في الريش خالص زي ما حضرتك شايف، والبط يظهر معاك على اللحم. طب لا قدر الله ظهر عندك المرض ده، علاجه ان اولا حضرتك تبدا تظبط العاليه، توفر الميه دايما قدامهم باستمرار، توسع لهم المكان. علاج بيطري، فيتامينات واملاح معدنيه في مياه الشرب لمده 5 ايام عشان تتلاشى هذه المشكله، وربنا يعدي قطاعك على خير. ومحتاجين اي حاجه اكتب لي في الكومنتات وانا تحت امركم. ما تنساش تفعل الجرس وتشترك، تعمل اشتراك للقناة عشان يصلك كل جديد. اي حاجة محتاجة اكتب لي في كومنت وانا تحت امرك، اسأل. وقناة اكلك من فوق سطح بيتك مع حضرتك في اي وقت. السلام عليكم، وبالتوفيق الدايم لجميع المربين الشيانين التعبانين، وربنا يعوض عليهم خير ان شاء الله. السلام عليكم.